اليوم رانا نحضروا عملية تموقع المستفيدين الذين استفادوا في الحصة المشهر عليها مؤخرا، وبعد الانتهاء من عملية دروستون اليوم رانا نشهد عملية التموقع التي تجري بكل شفافية بحضور المعنيين وبحضور السلطات المحلية وبحضور محضر قضائي، والعملية كما ترون جارية في ظروف شفافية تامة، والناس راهي تجري يعني في ظروف عادية. العملية مست 1022 وحدة سكنية، حصة الأسد منها يعود إلى بلدية برج بوغريريج بحصة تقدر 950، والباقي راهي موزعة على بلدية راس الواد، عين تغرب، العناصر، مجانة والمنصورة. هذه العملية إن شاء الله ستتبع عمليات أخرى بعد الإفراج من طرف لجنة الطعون على القوائم، وسوف إن شاء الله نعمل باش تكون عملية توزيع جميع السكنات قبل نهاية السكن، وبهذا سوف يكون لدينا إلا البرامج الجديدة التي تم الانطلاق فيها سواء 2022 أو 2023 أو الذي سوف ننطلق إليها، منها حصة 300 مسكن التي تم الانطلاق فيها في ديسمبر، ونحن نعمل جاهدين على أن تسلم في السداسي الأول من 2024، وعندنا حصة 500 مسكن موزعة على مختلف البلديات ومنطلقة في ديسمبر، ونعمل على تسليمها إن شاء الله في سنة 2024. وعندنا الحصة الجديدة اللي مقدرة ب 300 وحدة سكنية. احنا بصدد الإعلان عن المسابقة في الهندسة المعمارية لاختيار مكاتب الدراسات، وبعد ذلك نعلن على فيتا بلدور لاختيار مؤسسة الإنجاز، وبالتالي يكون جميع برنامج تاع الولاية موضوع في أرض الواقع، ونعمل إن شاء الله على الانتهاء منه كليا هذه البرامج الثلاثة الجديدة خلال سنة 2024. هل لكم برنامج جديد للتنسيق مع المواطن المستفيد للسكنات الاجتماعية وتدارك الأخطاء اللي بالنسبة للمستفيدين؟ السؤال هل كاينه متابعه للمستفيدين على السكنات اللي راهي متعرضه للكراء ومتعرضه للبيع ومتعرضه؟ المتابعه تبدا من للغلق، بدايه من عمليه التوزيع، بحيث نعمل باش الناس اصحاب الاعاقات انهم يستفيدون من الطواقم السفليه. بعد الانتهاء منهم ننطلق في توزيع باقي السكنات حتى يكون يعني اصحاب الامراض الاعاقات الدائمه واصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه انهم يوضعون في الطوابق السفليه، والباقي يوزع على باقي المستفيدين في الطوابق العليا. العمليه مستمره بعد ذلك، وتكون بالمتابعه، متابعه يعني تحصيل الايجار ومتابعه شغل هذه المساكن من طرف المستفيدين منها. إذا الظروف تاع إجراء القرعة تاع السكنات الاجتماعية راهي تسير بطريقة سلسة وفي ظروف جيدة. المقترحين الاستفادة اللي كنا وصلنا القائمة تاعهم قبل 5 جويلية بمناسبة عيد الاستقلال الشباب. اليوم بالمناسبة كذلك رانا نجري في قرعة السكنات الاجتماعية اللي نعتبروها انها راح تسير بطريقه جيده. المناطق المعنيه بهذه القرعه هي منطقه القريه الجنوبيه، كذلك بومرقد، قريه بومرقد، بالاضافه الى طريق بير السود وعين سلطان. هي 974 سكن اجتماعي كنا وصلنا القائمه تاعهم، واليوم راهي القرعه تاعهم. مازالت لنا حصه واحده اخرى فيها 700 سكن اجتماعي ان شاء الله. نحن نعكف على دراسه كل الملفات هذه ان شاء الله. ان شاء الله اللي مسؤول في الحصه هذه راح تكون فرصه ان شاء الله باش نحققوا الامنيه تاعهم في الحصه هذه القادمه ان شاء الله.